صباح الفل عليكم مطعم شويه سمك. النهارده بقى قلنا نصبح عليكم جنب الوحش ده. بص عندنا النهارده المكان كله مرشق وحوش وحوش تمام. طبعا عندنا التشكيل بتاعنا بتاع كل يوم بقى يديني سوق القاروص. بص قاروص عامل ازاي، بص القاروص بتاع القناه، بص على القاروص عامل ازاي يا جماعه، قاروص تحفه. بص الجمبرون، بص ولا ايه ابو سيف، بص اقلي بقى واديله. طبعا عندنا تشكيل حلو بس ايه مش دي قصتنا. عندنا بقى ايه القصه بتاعتنا الوحوش يا جماعه. ده لوت بتاع قناه، لوت بتاع قناه السويس. كده كده يا جماعه الحجم ده من اللوت، الحجم ده او ده او ده اي حجم فوق الايه ال 3 4 كيلو انسى تلاقيه مزارع. يعني اول ما تشوف الحجم ده في اللوت اعرف انه بلدي. مفيش صاحب مزرعه هيسيب سمكه الحجم ده ابدا، هتخسر معاه. ده لوت بحر بتاع قناه السويس. ده طبعا طعمه تحفه. نصيحه مني اوعى تجيب فيليه، سمك فيليه اللي هو ايه مجهول الهويه، اللي هو ايه عارف انت لما تروح عند حد يبيع لك حته فيليه لونها ابيض كده تمام. اوعى اوعى اوعى. ليه؟ لان دلوقتي في حاجات كتير قوي بتتغش. في سمك اسمه باسا بيجي، السمك ده بيجي من بره مستورد، ده اكتب عليه كده على النت شوف مليان سموم. بيجيبوه يبيعوا له انه فيليه بلدي، يقول لك قشر بلدي، يقول لك لوت. فاي حد غير موثوق فيه ما تجيبش منه فيليه، ويستحسن تشوف السمكه بعينك. احنا زي ما انت شايف كده بنجيب السمك اهو تمام، سمك سليم واحنا بنفليه هنا. حتى في تجار ساعات يقول لي هنورد لك فيليه، اقول لهم لا انا بجيبه وبفليه عندنا، ما بشتريش فيليه لان كله زي ما قلت لكم بيغش. سواء بقى بيتجاب سمك اسمه باسا او في سمكه اسمها الارنب، سمكه سامه اصلا، او سمكه الديك بيجيبوهم وبيقطعوهم فيليه بيبقى لحمه ابيض كده ولا هتعرف فيه حاجه. وحواليه برضه شكل الفيليه البلدي هتعرفه عشان حتى لما تشوفه تبقى عارف هو ده الاصلي ولا ده حاجه مضروبه، لان في حاجات بلاوي بنشوفها. بص طبعا الوحش ده، بص بقى الوحش ده عامل ازاي. بص طول يا بابا، طولي ما شاء الله. شايفين حاجه يعني ما شاء الله. بص شايفين بقى يا جماعه الوحش ده، شايفين اهو ما شاء الله. ده بقى ايه هنقطعه دلوقتي ونفليه واوريكم شكل اللحم بتاعه من جوه. بصوا يا جماعه ايه السمكه الكبيره اهي واحنا ايه شغالين فيها بنقطعها. بص لقينا ايه ما شاء الله. بصوا البطروخ قد ايه، اكبر من ايدي. بصوا يا جماعه قد ايه، يعني مش عارف اشيله بايد واحده اهي. الفرده الواحده بص قد ايه. دلوقتي يا جماعه قطعناها اهو. بص عامله زي اللحمه بالظبط. تعالى بص اتفرج، لحمه اكن بص لحمه بالظبط هي عجل. بص بقى اللون ده يا جماعه، شايف الالوان دي الاحمر في الابيض في الغامق، هي دي بتاعه البلدي. سواء بقى قشر بياض لو بلدي تمام مش مزارع او مش مستورد مجمد، او لو لوط هتلاقي فيه الحمار ده. بص بقى ايه اللحم ايه، بص حتى من الناحيه الثانيه في عروق كده ايه حمراء. اللي تلاقيها بيضه خالص كلها كده دي اقلق منها تمام، اقلق منها لانها ممكن تبقى باسه، ممكن تبقى ارنب، ممكن تبقى بص يا جماعه البطروخ طلع قد ايه ما شاء الله، تقريبا حوالي كيلو او 900 جرام. 900 جرام تمام اهو تمام. ده بقى ايه يا جماعه ميزته ايه بقى؟ زي اللحمه بالظبط. هتشتري منه بالكيلو طبعا انضف واحلى وارخص من اللحمه، ولا بقى هرمونات ولا زي بقى الفراخ، ولا دي حاجه بلدي بتاعت ربنا عايشه في البحر بتاكل اكل من عند ربنا، حاجه نظيفه ممكن تقطع منها تشيلها في الفريزر تقعد معاك شهر شهرين في الفريزر عادي. طلع منها اعملها معامله البانيه بالظبط، الفراخ البانيه او اي حاجه ايه في الفريزر، طلع منها تبل ايه حاجه نظيفه لاولادك صحيه ما فيهاش هرمونات ما فيهاش اي حاجه بلدي. صباح الفل عليك.